عبده محمود بيقول بتقدر تحوش كام بعد المصاريف في السنة؟ سؤال جميل يا عبده. في سؤال تاني برضه شبيه ليه من محمد محمود بيقول انت بتعمل فلوس قد ايه في السنة؟ دخلك السنوي قد ايه؟ الاخبار عاملين ايه؟ النهارده اول ويك اند من ساعه ما رجعنا على ابراج. الجو ابتدى يبقى حر شويه، درجه الحراره النهارده تقريبا 21، فابتدى يبقى حر يعني. سمعش فهنروح كده على حاجه زي ديزني لاند. هي مش ديزني لاند قوي يعني، حاجه مصغره كده. بعد كده نرجع نكمل الاسئله اللي اتبعتت ونجاوب على ال 100 سؤال اللي اتبعتوا دولت. نحاول نجاوب عليهم كلهم النهارده ان شاء الله. لو ما لحقناش ممكن نجاوب على نص اسئله النهارده ونص الاسئله في الفلوج اللي بعديه. نطلع دلوقتي على هناك وبعد كده نكمل لما نرجع ونصور شويه هناك برده كده في الديزني لاند المصغره اللي هناك. يوسف جاهز؟ مريمة جاهزة؟ لأ؟ طب يلا بينا نطلع هناك يلا. وصلنا دلوقتي، بس قعدنا تقريبا حوالي نص ساعه بندور على باركنج نركن فيه. اسوأ حاجه في براغ هو الباركنج، مفيش تقريبا باركنج في اي حته، كل الاماكن كلها زحمه. هنخش على جوه، المفروض صوت الموسيقى عاليه جدا، فاتمنى يكون الصوت واصل. فما اعتقدش ان اقدر اسجل جوه كتير لان الموسيقى اللي شغاله دي كلها ممكن تتاخد كوبي رايت. فهنعمل لفه كده جوه، بعد كده نرجع على البيت ونكمل بقى الاسئله اللي انتوا سالتوها، ورب يسهل ونعرف نخلصها النهارده عشان ما يبقاش الفلوج طويل قوي يعني. فيلا بينا نخش نعمل لنا جوله كده جوه. Ini boys estoy de Bomani ya. اللعبه اللي ورايا ديت لو في حد دفع لي فلوس برده مش هروح اركبها، حاجه كده مش طبيعيه يعني. المفروض ان هم بيلفوا لفوق وتحت حوالي 6-7 مرات، فحاجه لا فظيعه يعني. المفروض ان هم متعلقين دلوقتي فوق، فما تعرفش يعني ممكن يحصل لهم ايه. ضربنا حاجه كده، حاجه تيبيكال اكل تشيكي اسمه لانجوش، عباره عن معرفش ده عيش ولا ايه، وعليه جبنه وكاتشب وتوم، حاجه كده جامده قوي يعني. هنضربها احنا كده يعتبر تقريبا خلصنا كل حاجه. هنضرب ديت بعد كده نطلع على البيت، هدوق من ناحيه اشوفها عامله ازاي. انا بقى كده وما كنتش بتاع دي. ثانيه واحده بس كده شويه جبنه. هي معديه قوي يعني. هنضربها بعد كده نروح على العربيه ونروح على البيت. نمرة Vrátím se do Děkuju. Tady máš, Marušku. Thank you. Tak běž tam. استني سي استني سي استني بيش نام سنة. احنا جبنا واحدة لانجوش ديت وكلناها، وسألنا مريم عايزة تاكل ولا لا، قالت هي مش عايزة تاكل، عايزة ايس كريم، فجبنا لها ايس كريم. وبعد ما خلصنا فهي قالت انها عايزة تاكل، فجبنا لها واحدة تاني ليها مخصوص، بس مش عارف اذا كانت هتاكلها بقى كلها ولا لا. مش كنت بقولش بابا تسلق؟ مش بابا تسلق اه؟ لا تاكلها كلها. هي بتقول لي تاكل معاها عشان نخلصها، فهي اصلا حجمها لا غبي يعني. فهنشوف اذا كانت هتخلصها ولا هنعمل في الباقي فيها ايه ولا هنعمل ايه. بابا ما نشكر تروبي يا عم. على الناحيه الثانيه يوسف خد المحفظه بتاعتي وحلف هيطلع كل اللي فيها. هو هيطلع كل اللي فيها ويرميهم. يوسف يوسف تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه يعني حضرتك؟ يا ابن طب يوسف رماني الفيزا وماسك بقيه الكروت، طلع الرخصه طلع كل حاجه والفلوس، فهضطر اخدها منه بدل ما كمان 5 دقايق كده ما نلاقيش الحاجات دي كلها موجوده.
هادي يا ابن الذين انت. احنا امبارح رجعنا متاخر جدا فما قدرتش اكمل الفلوج، فنزلنا النهارده تاني. رحنا على اكتيريا كده بنقعد فيها على طول جنب الحضانه بتاعت مريم اللي ورايا دي، مش شايفينها ولا لا؟ دي حضانه مريم. فهناخد بقى الاسئله، ودلوقتي تقريبا الكاميرا هتفصل، فربنا يستر راح ارد على الاسئله بالكاميرا ما تفصل، يعني نسيت عشانها وانا نازل. فنبتدي بقى بالاسئله. عبد الرحمن محي بيقول يا ريت لو تعمل فيديو عن الدراسه في التشيك. وانا كنت فعلا عملت فيديو عن الدراسه، مش فاكر رقمه كام، بس هتلاقيه دلوقتي هيظهر لك هنا او هنا حاجه كده، اتكلمت فيه عن كل حاجه لها علاقه بالدراسه في التشيك، فان شاء الله يكون مفيد يعني. محمد جمال بيقول لي ممكن تبعت لي تاشيره او ممكن اعمل فلوج معاك، انا من اسكندريه. لا هو ابعت لك تاشيره صعب، فاحنا ممكن نعمل فلوج مع بعض، فانت ظبط كده الفكره قولها لي وان شاء الله نعمل فلوج مع بعض. عمر ابراهيم برضو بيتكلم عن حاجه اللي عملتها قبل كده، بيقول اتكلم اعمل فلوج عن مشكله السرقه والحاجات اللي بتحصل في الصرافات، وانا فعلا كنت عملت فلوج قبل كده، هو فلوج رقم 6، فممكن تبص عليه هتلاقي كل حاجه ليها علاقه بالسرقه وتخلي بالك من ايه والحاجات دي في براج. محمد التابع بيقول ازاي تشتغل في براج باي طريقه قانونيه، واللغه ليها معهد معتمد في مصر زي معهد جوتا كده الالماني ولا لا؟ تشتغل في براج باي طريقه قانونيه. انا كنت برضه عملت حاجه يعني تقريبا فلوج حاجه زي كده، يعني انت لو كنت بتدرس فانت ليك حق انك تشتغل عدد ساعات معينه، ولو كنت متجوز فطبعا ليك حق انك تشتغل، ولو كنت جاي عن طريق شركه فعادي يعني تشتغل على طول. مركز معتمد للغه التشيكيه في مصر ما اعتقدش ان في حاجه معتمده يعني على حد علمي. نورهان رضا بتقول من وجهه نظرك اسهل طريقه لتعلم فيها اللي هي تتعلم فيها اللغه التشيكيه. يعني بالنسبه لي من وجهه نظري انا اسهل طريقه ان انت تتفرج على افلام او مسلسلات تشيكي، دي اكتر حاجه بتعلم اللغه. لو انت عندك خلفيه عن الجرامر وكده فالحاجات دي بتبقى احسن حاجه عشان تتعلم اللغه العاميه اللي هم بيتكلموها في الشارع. افلام ومسلسلات دي اكتر حاجه فادتني يعني. انا بقالي تقريبا 8 سنين بتفرج على مسلسل انا ومراتي كل يوم، فهو فادني جدا يعني. احمد صالح بيقول عدد المسلمين كتير، عدد العرب والمسلمين تحديدا، وهل بنات براج بشكل عام حلوين مزز يعني ولا لا؟ طبعا خلينا في الجزء الاول والثاني. عدد المسلمين مش كتير يعني، احنا اصلا كنا من فتره عايزين نلم 10000 توقيع عشان يعترفوا بالديانه كديانه، كان الاسلام يعني كديانه اسلاميه في التشيك، وما عرفناش نكمل 10000 توقيع، فما اعتقدش عدد المسلمين كتير يعني. العرب والمصريين نفس الحكايه، المصريين مثلا ممكن تقول في 1000 واحد في التشيك كلها يعني. العدد المسلمين والعرب عامه هنا عدد قليل قوي يعني. حتى بقى هل بنات براج بشكل عام حلوين مزز ولا لا يعني، فدي مش لا مش هقدر اجاوبك يعني، مش فاهم اقول لك ايه يعني، ما اعرفش، ما عنديش فكره. ايه اكتر في محمد كاستيلو بيقول لك ايه اكتر حاجه عجبتك واكتر حاجه ضايقتك في اجازتك لمصر؟ ونفس السؤال للتشيك، اكتر حاجه عجبتك وضايقتك فيها؟ انا عامه في مصر اكتر حاجه بتعجبني، وانا اصلا منزل مصر عشان اهلي، ان انا اقعد مع اهلي، وتاني حاجه عدي عنه، وتاني حاجه عشان الاكل بالنسبه لي دوت متعه يعني. الاكل اللي في مصر دي اكتر حاجه بالنسبه لي ببقى رايح عشانها اصلا بعد اهلي يعني. اكتر حاجه ضايقتني بقى في مصر هي الزحمه والمواصلات، وبالذات لما تروح تخلص اي ورقه حكوميه يعني. انا كنت رايح اعمل بطاقه واعمل باسبور، يعني طلع عيني على ما طلعتهم، ما اعرفش ايه النهارده كل الموتوسيكلات معديه جنبينا. اكتر حاجه بقى ما بحبهاش في التشيك او اكتر حاجه في التشيك، فانا كنت عملت فلوج اصلا عن السلبيات والايجابيات، فممكن تبص على فلوج السلبيات وتشوف الحاجات دي كلها. كريم امام سأل سؤال غريب بقى قوي هنا. تكتوني بري مش تاني زمنا. كريم امام بقى بيقول ايه؟ بيقول انت زملكاوي ليه؟ يعني مش عارف، سؤال غريب قوي يعني. زملكاوي ليه؟ عشان انا زملكاوي يعني، مش فاهم يعني، سؤال غريب، استغربك يا كريم والله. زياد عبيد بيقول سلام من تونس، نحب نعرف فيزا السياحه صاحب مشروع. انا مش فاهم السؤال يعني بصراحه، بس يعني لو انت قصدك على فيزا السياحه فهي زيها زي اي فيزا شنجن يعني شنجن، بس انا مش فاهم يعني ايه فيزا سياحه صاحب مشروع، انا اسف مش فاهم السؤال. نورهان رضا بتسال سؤال تاني، بتقول ايه الشغل المطلوب في التشيك؟ هو اجابه السؤال ده يعني هيبقى جزئين، لو انت موجوده او لو حد موجود جوه التشيك ففي شغل كتير يعني. العرب مثلا كتير قوي ممكن يشتغلوا مثلا في الجيروس اللي هي الشاورما، في مطاعم، في بازارات، في شغل كتير قوي. بس لو اي حد بره الشغل بره التشيك فالشغلات دي مش تنفع، لازم مثلا حاجه تبقى علاقه بالاي تي، اكتر حاجه مطلوبه هو النتوركس،
وديت مش هيبقوا يعني لازم يكون حد بره التشيك عشان يجيبوه. لو اي حد بره التشيك مش حدش يقدر يبعته عشان يجي يشتغل مثلا في مطعم او امن او الحاجات دي كلها، فلازم يبقى عنده تالنت او سكيلز مش موجوده في التشيك عشان يبعتوا يجيبوه من التشيك لحد التشيك. عبده محمود بيقول بتقدر تحوش كام بعد المصاريف في السنه؟ سؤال جميل يا عبده. في سؤال تاني برضو شبيه ليه من محمد محمود بيقول انت بتعمل فلوس قد ايه في السنه؟ دخلك السنوي قد ايه؟ بص هو السؤال ده يعني حته بتحوش قد ايه ودخلك قد ايه، يعني هي ما بتحسبش كده في اوروبا عامه يعني انت لو عايش في اوروبا انت ما بتقعدش هنا عشان تحوش. يعني انا ممكن مثلا انت مصاريفك كتير، يعني في مصاريف جدا غاليه في البلد يا بنت انت تاني بالي. الايجارات مثلا غاليه، انت بتعيش في مستوى معيشه كويس، فحته التحويش ديت محدش بيبص لها قوي انت بتحوش قد ايه ولا بتعمل قد ايه ولا اي حاجه. دي اهم حاجه انك بتبقى عايش تكتمي دقيق اختشي زي ماما تاني بالي تكبرش كتير سمنو. اهم حاجه انك تكون عايش عيشه كويسه، مش فارقه قوي مش فارقه خالص على فكره انت بتحوش قد ايه ولا بتعمل قد ايه والحاجات دي كلها، انت تبقى قاعد عيشه كويسه تامينات كويسه. ف يعني صعب حد يقول انا والله على فكره ما اعرفش والله انا بحوش كام في السنه. يعني انا نفسي انا ما اعرفش انا بحوش كام في السنه، لان احنا اصلا المصاريف هنا عاليه، وبعدين اصلا انا بنزل مصر كل سنه وعندي اطفال، انا ما ببصش خالص بحوش قد ايه في السنه ولا داخل قد ايه في السنه والحاجات دي كلها. اهم حاجه الواحد يكون عايش عيشه كويسه ويكون ولاده عايشين في مستوى كويس عيشه كويسه يعني ان شاء الله. احمد السائب بيقول احسن دوله في اوروبا اللي يجب بيها عنصريه. بص يا احمد هو يعني العنصريه دي موجوده في كل الدول تقريبا بس بنسب مختلفه. يعني هنا مثلا التشيك مش حابين قوي المسلمين او الحجاب وكده بس بنسب مختلفه، يعني ايه بنسبه بسيطه يعني هو في عنصريه في كل الدول، مفيش اعتقد دوله مش هتلاقي فيها عنصريه، بس هو بتختلف من كل شخص للتاني او حسب المدينه اللي انت عايش فيها، سواء عايش في العاصمه او بره العاصمه دي بتختلف العنصريه شويه يعني. محمد السادي بيقول ايه هدفك من القناه وايه خططك بعد توصل 100,000 مشترك ان شاء الله؟ محتواك جميل وفيديوهات متعوب فيها ولكن محتاج يكون في رساله هادفه جوه المحتوى توصلها للمشاهد. ماشي يا محمد شكرا. ان شاء الله الواحد بيحاول يكون في رساله يا بنت اصبري بيكون نعمل حاجه يعني ان شاء الله نفيد الناس. هدفي من القناه يعني تكبر على قد ما تقدر وناس كتير تكون بتستفاد منها ان شاء الله، سواء انا بقدم سواء الاستفاده دي مثلا تكون سواء فلوجات اسبوعيه حاجه عن حياتي مثلا عباره عن ايه ولا انا بعمل ايه في حياتي، او حاجات تفيد الناس سواء عن طريق الدراسه سواء عن طريق نصايح سواء عن اي حاجه يعني. فالاستفاد من الهدف من القناه اللي هي ان شاء الله تفيد الناس، وبعد يعني باذن الله ربنا كرم وصلنا 100,000 مشاهد انا مش عارف ساعتها نشوف بقى هنعمل ايه ان شاء الله. خالد حجازي فلوجز بيقول انت بتشتغل ايه؟ ناوي في يوم من الايام تخلي اليوتيوب فول تايم جوب؟ ومستنيين فلوجات كتير الفتره الجايه. ايه يا حبيبتي؟ انا بشتغل ايه؟ انا في فلوج مخصوص هعمله على حوار الشغل دوت، فاتقل شويه ممكن الفلوج الجاي او اللي بعديه. يا ستي ناوي في يوم من الايام اخلي اليوتيوب فول تايم جوب؟ ده ممكن يعني لو وصلت مثلا لعدد سبسكرايبرز معين والقناه بقى بتجيب اعداد معينه فليه لا ممكن قوي يعني. اسامه زيدان يا بنت بيقول من الافضل ان احول المال معي من دولار الى يورو ولا الدولار بيتعامل فيه عادي في الصرافه؟ لا لو معاك دولار عادي تعالى بيه وغيره في الصرافه على العمله اللي انت عايز على الكورونا عادي يعني مش لازم تعمله يورو. عمر ابراهيم بيقول صور لنا كده في يوم صلاه الجمعه. بص دي حاجه صعبه جدا لان الناس هنا ما اعرفش ليه بيخافوا من الكاميرا، فاللي انا اخش مثلا الجامع وانا معايا كاميرا هيقول لك مثلا ده تبع الشرطه ولا تبع مش عارف ايه ولا عايز يصور الناس اللي بتصلي، فالحوار صعب يعني. بس هحاول لو في امكانيه، بس هو صعب للاسف. الناس ما اعرفش بتخاف من الكاميرا قوي ليه يعني. محمد ابو عصر مش عارف الاسم قوي يعني او ابو قصر بيقول هو اليوتيوب شغلك الاساسي؟ لا مش هو طبعا شغلي الاساسي، انا لسه بادئ اصلا بقالي كام شهر على اليوتيوب. هل في طريق ان الواحد يقدم عن شغل عن طريق النت؟ طبعا انت بتعمل سي فيز وبتقدم على الشركات المطلوبه، وزي ما قلت اكتر حاجه مطلوبه هي الاي تي والنتوركس. ممكن تقدم ولو انت عندك سكيلز معينه او معدي يعني في الحوار ده هيبعتوا ان شاء الله يجيبوك. ادمن لو حاول بيقول ازيك يا عقرب يا رب تكون بخير، كان جالي فرصه عمل في تشيك على 1300 يورو، فهل ده كويس؟ بس مش هيكون في العاصمه ده نت. طبعا كويس لو انت لوحدك ومفيش عيله وبره العاصمه بره براج يعني فالحاجات هتبقى رخيصه، فده لا يعني كويس كويس. ايمان محمود بتقول بتفكر ترجع تعيش في مصر؟ حاليا طبعا لا، حاليا على الوضع اللي البلد فيه ده صعب جدا يعني مش عارف، ممكن في المستقبل مثلا ما اعرفش بس حاليا اكيد لا. محمود سيد عطيه بيقول بما ان انت عايش في اوروبا، ايه فرق التفكير نمط الحياه الخ عن مصر والمصريين؟ ايه اللي مفتقده في الغربه غير الاهل والصحاب؟ امتى افكر في الهجره؟ وايه الشباب في مصر يفكروا فيه بدل الهجره؟ ولو جالي فرصه هجره هاجر ولا لا ما اكونش دوله عربيه عن اوروبا؟ بص هو الحياه هنا طبعا مختلفه خالص عن مصر، هنا في نظام، هنا في سيستم ماشي عليه، الوضع مختلف جدا عن مصر. يعني المفتقده في الغربه غير الاهل والصحاب الاكل، اكتر حاجه مفتقدها في الغربه الاكل. ولو جالك فرصه ان انت تهاجر فرصه كويسه اكيد طبعا اقول لك تهاجر يعني.
اللي بيقول لي انت خريج ايه؟ انا خريج اداب تاريخ جامعه القاهره. عمر ابراهيم بيقول هل بتقدر تفهم لغه الصرب والبوشناق والكروات؟ وهل اللغات المختلفه عن اللغات السلفيه؟ يعني لغه الصرب والكروات بتتفهم شويه، نفس الارقام تقريبا، في كلمات كتيره مختلفه يعني مش مختلفه متشابهه. لغه البوشناق دي انا مش عارف ايه لغه البوشناق، انا الوحيد اللي اعرفه اعرف لطفي بوشناق، ما اعرفش ما اعرفش هو ده انت قصدك عليه ولا لا، بس مش عارف والله لغه البوشناق دي. عمر مسعد بيقول سؤال لولبي، هل محلات الجزاره بتبيع لحمه؟ عمر سؤال صعب، يعني سؤال صعب وحلو، سؤال تقيل، مش عارف يعني، لا مش عارف، بس هحاول ما شاء الله اصور لك في محل الجزاره واشوف بيبيعوا لحمه ولا لا. اسماعيل بيقول ايه رايك في كليه الشرطه؟ مش فاهم السؤال يعني انا مش فاهم السؤال، بس اعتقد الاستاذ احمد موسى اكتر واحد ممكن يرد على السؤال ده، انا ما عنديش، ما اعرفش السؤال ده يعني. سيف تي في بيقول نوع الكاميرا بتاعتك وممكن تقول على قناتي. طب قناه سيف تي في كاميرا كانون جي 7 اكس مارك 2 هي دي اللي بصور بيها. محمد جيمي بيقول اسعار السيارات المرسيدس والبي ام، ان شاء الله هعمل فلوج كامل عن اسعار العربيات المستعمله في تشيك. اعتقد دي كل الاسئله هرد عليها النهارده، كان في اسئله اكتر بس انا مش قادر ارد عشان الفلوج كده ممكن يبقى تلت ساعه مثلا، فالاسئله اللي انا ما جاوبتش عليها ان شاء الله هجاوب عليها في الفلوج الجاي. برضه احط كده مثلا اخر كام دقيقه على الاسئله. الفلوج ده انا بصور النهارده يوم الاحد عشان كده ما قدرتش ارفع الفلوج يوم الاحد، فهشتغل على ايديتنج النهارده بالليل وارفعه ان شاء الله يوم الثلاث الصبح كده ولا الظهر. اتمنى ان شاء الله يكون الفلوج عجبكم، حاولت اجاوب على الاسئله على قد ما اقدر، وان شاء الله الاسئله زي ما قلنا اللي ما قدرتش اجاوب عليها هجاوب عليها الفلوج الجاي. اطلع اعمل بقى ايديت للفلوج وارفعه ان شاء الله بكره. اشوفكم ان شاء الله الفلوج الجاي، لسه مش عارف هيبقى عن ايه، هنقعد بقى نفكر كده نشوف الفلوج الجاي ان شاء الله هيبقى عن ايه. السلام عليكم. وده ميكي ده بتاع مريم، لو سبته كده هيطير بس هي سابته لي ومشي راح مع مامتها يعني. السلام عليكم. يوسف 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 بزار، يا نهار اسود، يوسف يوسف ينفع كده؟ ينفع كده؟ بزر مارشكم يا يوسف، انت لابس نفس السويتشيرت اللي انا لابسه؟ احنا الاثنين مطقمين مع بعض؟ ها؟ احنا مطقمين مع بعض؟